النهاردة أنا هعمل صينية ناي في الفرن بطريقة سهلة. الخضار اللي معايا أنا محضرة، الصينية اللي هستخدمها هدهنها بزيت زيتون. البطاطس أنا مقطعاها سميك عن الشيبسي هي والبصل. هوزع البطاطس، هضيف على البطاطس البصل. معايا طماطم مقطعاها مكعبات صغيرة، فلفل أخضر، فلفل أحمر، فلفل سبايسي. هضيف معلقة ملح، نص معلقة بابريكا، نص معلقة فلفل أسود. هضيف توم. حابة تقطعي الفلفل والطماطم نفس تقطيعات البطاطس براحتك. طريقة سهلة وطعمها جميل جدا، أكلة من أكلات الزمن الجميل. هخلط التوابل مع الخضار. هنزل بجزء من الطماطم على البصل والبطاطس. هوزع الطماطم على البصل والبطاطس. هنزل بباقي البطاطس. هوزع البطاطس. حابة تعمليها في حلة وتسويها على البوتاجاز براحتك. أنا هسويها في الفرن على درجة حرارة هادية متوسطة، لا هادية قوي ولا عالية قوي، علشان أنا مش هضيف مية علشان يبقى طعمها حلو. هنزل بالبصل. هوزع باقي الطماطم. هغطي الصينية بورق زبدة وفويل وادخلها الفرن على درجة حرارة 220 أمريكا 450. هتاخد في حدود 45 دقيقة لساعة على حسب الفرن بتاعك. أنا مش هضيف مية، الخضار هينزل ميته. هضيف زيت زيتون من فوق. هغطيها وهدخلها الفرن. حابة تسويها على البوتاجاز براحتك على درجة حرارة متوسطة. البطاطس جاهزة، بيبقى طعمها وريحتها حلوة قوي. أكلات الزمن الجميل، طعم وريحة. أنا عاملة معاها رز بشعرية. حابة تعملي رز أبيض براحتك. حابة تاكليها كده هيبقى طعمها جميل. شايفة هي منزلة المية بتاعة الخضار، المية دي مية الخضار، أنا ما ضفتش مية. وصفة سهلة وسريعة، ما بتاخدش وقت ومش متعبة، والطعم ولا أروع. من عجبك الفيديو لايك وشير، اكتبي لي كومنت. لو ما عملش فولو اعمله فولو. اشوفك في فيديو جديد.